السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أتكلم عن موضوع ممكن يكون مناطق شوي، ولكن بصراحة لأنها مأساة كبيرة والأغلب تخلى عنها. قارب الموت اللي من كم يوم غرق فيه شي حوالي 900 وعملية مقصودة يعني، ألا وهو القارب الكبير اليوناني اللي جاء لا ينقذ هذا القارب، فشحطوا شحطة للقارب كبيرة جدا، ما كان إلا غرق القارب. أكثر من 500 شخص من درعا. هون يمكن الحديث شوي مناطقي يكون، وأنا أعتذر على المناطقية، يعني ما بحب المناطقية، ولكن يعني وين الإعلام الثوري غايب عن شباب درعا هاي اللي رفضت تروح على الجيش، فضلت تموت بالبحر. تصور، واحد مات هو وأخته، واحد هو وأخوه، واحد هو وأولاده، واحد هو ومرته، واحد هو وأمه، ورفضوا يكونوا تحت راية بشار. وين الإعلام الثوري؟ يمكن هون الأمم المتحدة أو العالم ما يتعاطف لأنه ما في جمع مصاري، يمكن ما في استفادة مادية، مشان هيك ما في إعلام ثوري. معقول لهالدرجة هاي؟ يعني بصراحة الحرب على درعا يعني حتى من الثورة ومن الشعب السوري، بس اللي بدي أتكلموا أنا المعلومة اللي حضراتكم ما بتعرفوها الآن. درعا ما سلمت، لما كل المحافظات سلمت درعا ما سلمت، إلى اليوم ما سلمت درعا. يمكن أنتم ما بتتابعوا أخبار درعا. درعا إلى اليوم النظام وروسيا وإيران ما بيسترجفوتوا على قرية من قراها، ويمكن في الأغلب بيشوف إنه كل فترة وفترة بيحاصر بلد. أي نعم، هاي درعا اللي تكالبت عليها كل الدول العربية والدول الغربية وما قدروا لها لليوم. ايه ممكن اخذوا الدبابات بهذه الاتفاقية اللي صارت بين امريكا وروسيا والمدافع الكبيرة، ولكن البواريد والرشاشات كلها مع الشباب موجودة. والدليل شوف، يوم ولا يوم يمرق ولا يوم يمرق الا ما بيفجروا باص مبيت، ولا بيهجموا على حاجز، ولا بيقتلوا من جنود الاسد المجرمين. نعم، هاي درعا لليوم اللي احنا في الشمال صار لنا 5 سنين ما بنعرف ولا معركة مع النظام خالص، احنا هون متفرغين لبعضنا تماما يعني. والمناطقية الأخرى إنه هون أهل درعا متعاملين بظلم شديد، بظلم. أي شاب بده يجي من درعا لهون التشبيح عليه ضروري جدا، هذا ضروري التشبيح عليه، إما بالخطف وإما بياخذوه على المحاكمة بتهمة إنه خاين. خاين إيش يا رجل؟ خاين شو؟ واحد ترك النظام وراضي يخدم عنده عسكري وجاي يلجأ إليك. كيف بتعاملوا معاملة خائن وما بيطلع إلا $2000 أو $3000 مع سجن 3-4 شهور؟ إيه ممكن أكون مناطقي بهذا الكلام، بس للإنصاف إحنا لما كل الشباب المنشقة انشقت والضباط، خليهم يسمعوا كلامي الآن. كل الشباب من المحافظات السورية لما إجوا على درعا زوجناهم وأعطيناهم بيوت، وما كان حدا يسترجي يتعدى عليهم. لما تيجي السلة الإغاثية كان يأخذها الغريب قبل ما يأخذها ابن درعا. أي نعم، هيك إحنا بدرعا. بس هذا اللي عم بصير فينا عيب، عيب. لو انه زلزال صاير بدرعا الان، حتى الاعلام الثوري الاعلام الثوري بيقوم، لانه في شحاده، لانه في جمع مصاري. بس يا عيب، لانه هذا الغرق ما فيه شهره وما فيه استفاده ماديه، انه ما يكون في اعلام على شباب درعا. الان اكثر من 300 اللي صاروا ميتين، غرقوا بالبحر، شهداء الغريق شهيد، الله يتقبلهم. ولكن عيب ما تتوجه سهام الأنظار لهاي الجريمة والمأساة. 900 سوريين كلهم يا جماعة، سوريين. أنا يمكن ما أحق لي أتكلم باسم سورية كلها، بس والله بدي أتكلم باسم شبابنا درعا اللي ماتت. وين دبلوماسيين درعا؟ وين قيادات درعا؟ وين الشخصيات الكبيرة؟ وين رجال أعمال درعا؟ ليش ما تفزعوا مع أولاد بلدكم؟ كلكم لكم علاقات دولية، واحنا بنعرف هذا الشيء، ان كان رجال اعمال ولا سياسيين ولا دبلوماسيين. ليش بتخلوا الى الان محجوزين ما حدا بيعرف عنهم اشي؟ لكن اقول يا حيف، انا ماني عتبان على غير درعا حقيقة، بس انا عتبان على الاعلام الثوري، انه ليش هيك حادثة ما يعرف يجر هاي القضية إله، لانه هو صاحب صوت، صاحب حق، مظلوم. وهي الشباب ما طلعت الا من بعد ما انظلمت. عملية ماكرة عملوا بشباب درعا والسويدة والقنيطرة، عملوا تسوية اسمها التسوية الذهبية، أجلوه 6 شهور
للمدني، بعدين بيلتحق بالعسكرية، وأجلوا العسكري شهر، أو بدك ترجع على الجيش بعد شهر، أو عندك حل ثالث، بس تعمل تسوية معطيك جواز سفر واطلع لبرا. تغيير ديموغرافي تماما، تغيير ديموغرافي. بدهم يغيروا أرضية هذا الشعب الحر الكريم. لكن الأيام دول، كل واحد راح يذوق نصيبه. لأنه إذا نصرك مسلم في موطن يجب عليك نصره، رب العالمين راح يخذلك بنفس هذا الموقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.